أخبار رياضية مع أمير هشام. مكالمة الخطيب مع سويرس حسمت صفقة العش. أكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي يقترب بشدة من الإعلان عن ضم صفقة مصطفى العش مدافع فريق نادي زد، وأسامة عرابي. صفقة موديست فاشلة بكل المقاييس، وعلامة استفهام حول رحيل هذا الثلاثي. قال أسامة عرابي أن الصفقات في الفترة الأخيرة للأهلي لم تكن على المستوى المطلوب، وأضاف أن هناك علامات استفهام حول رحيل هذا الثلاثي: محمد شريف وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو. وكهربا يفجر مفاجأة بشأن رحيله عن النادي الأهلي. شن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق هجوما على مدربه كولر، وقال: كلام كولر معي ما كانش مقنع، يعني كان بيقول لي اتمرن كتير علشان تلعب على موديست، وأنا وقتها كنت أفضل منه بكثير. وأحمد عبد الملك: الأفضل لزيزو وللزمالك التجديد. طلب أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق إدارة نادي الزمالك بالتجديد لزيزو نجم الفريق لأنه إضافة فنية كبيرة. وأحمد حسن: الأهلي يتعاقد مع صفقتين سوبر، جناح ومهاجم، خلال 3 أيام. كشف الإعلامي أحمد حسن نجم الكرة المصرية مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي، وأكد أن الكابتن محمود الخطيب أكد لكولر حسم صفقتين جناح ومهاجم، وذلك خلال 3 أيام. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي فاركو بعد غد الأربعاء في منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري العام.